بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معنا خبر عن برنامج الأهلي خلال فترة توقف الدوري. يحصل فريق الأهلي على راحة سلبية الجمعة ضمن برنامجه المحدد للفريق الأحمر من قبل السويسري مارسيل كورال، على أن يستأنف تدريباته الجماعية حتى يوم الاثنين المقبل، والذي سيشهد خوض مباراة ودية لم يتحدد طرفها حتى الآن، وقد تكون أمام فريق الشباب بالنادي. قبل الحصول على راحة، وتدرب الأهلي صباح اليوم بدون راحة بعد الفوز على الداخلية أمس الأربعاء ب4 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدور المصري. ومن المتوقع أن يحصل فريق الأهلي على راحة سلبية لمدة 4 أو 5 أيام قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية حتى موعد أول مباراة رسمية. كما أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب تاتش استعدادا للمرحلة المقبلة، وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات شملت جزءا بدنيا بجانب تدريبات الكرة. أعزائي المشاهدين، بشكركم دايما على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما أن انتوا تتابعونا دايما وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، قناتكم المفضلة كورة لوكر، عشان يوصلكم منا كل جديد عن أخبار الكرة العالمية والمحلية. وشكرا لكم.